جوهرة، هذه الفرصة الذهبية اليوم الذي أصبحت بين يدينا. فنحن اليوم نكتب التاريخ، تاريخ الاقتصادي في المجال العسكري في كافة المجالات. فنلاحظ أنه المرأة بالساحات الأمامية وبالجبهة الديمقراطية، وخصوصا أسع بمشروع الإدارة الذاتية. وأكبر دليل على ذلك هو نسبة تواجد المرأة اليوم الموجودة بالقاعة هنا. ف2% موجود منا بالقاعة، 2% كتمثيل مرأة بالإدارة الذاتية موجود منا بمنظور قضية تحرر المرأة من منظور القائد عبد الله أوجلان. فنقدر نقول إنه القائد عبد الله أوجلان هو اللي رسم طريق حرية المرأة بدير الزور، هو اللي حط حجر الأساس لحرية المرأة بدير الزور، هو اللي أخذ بإيد المرأة بدير الزور، هو اللي نساعد، هو اللي نهض بالمرأة بدير الزور. فنشوف إنه اليوم المرأة المكان اللي وصلت إلها ما صارت تضاهي حتى دول العالم بالمكانات اللي وصلت إلها. فالقائد عبد الله أوجلان يقول إنه من أهم الأسباب التي أدت إلى تطور التقييمات والتحليلات عن موضوع المرأة هو رغبتنا إلقاء خطوات إيجابية على صعيد حرية المرأة وتحقيق المساواة لها بعد أن تعرضت لسيطرة وتحكم الطبقة. هذا الرجل اللي أعطى المرأة اهتمام كبير، هذه الشجرة المعطاء الذي ضحى بعمره 24 سنة مشان شعبه، ونحن نطالب بحريته ونطالب بأنه ينشال حزب كردستان من قائمة الإرهاب. الجميل ورد الجميل، يعني نطالب كرفيقات دير الزور بإخراج حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب، الحزب اللي أسسه القائد عبد الله أوجلان. بيان إلى الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان أن المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان دخلت عامها ال24، وكان هدف هذه المؤامرة الدولية التي قادتها أمريكا وروسيا وتركيا واليونان ضد قائد الإنسانية، والتي كان هدفها مناهضة الشعوب المطالبة بحقها. فاليوم شعوب دير الزور أصبحت شاهد عيان بين من دعم الإرهاب بسوريا وبين من حارب الإرهاب بسوريا. فاليوم بتاريخ 11/12/2022 اجتمعنا كنساء دير الزور وعقدنا ملتقى حواري باسم القائد عبد الله أوجلان تحت شعار المرأة والسياسة من منظور القائد عبد الله أوجلان. فنحن اليوم بفكر القائد عبد الله أوجلان بدأنا، وبنضالنا سنستمر، وبالمطالبة بحريته سنقاوم. فمن خلال مداخلات ومخرجات هذا الملتقى نطالب المنظمات الإنسانية ودول التحالف الدولي النظر إلى قضية سجن القائد نظرة إنسانية، ونطالب أيضا المطالبة بالإفراج عن القائد عبد الله أوجلان طلبا لن نتنازل عنه، إزالة حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب، دعم مشروع الأمة الديمقراطية والاعتراف بالإدارة الذاتية، إيقاف القصف الجوي من قبل دولة الاحتلال التركية، تجريم الدولة التركية وانتهاكاتها بحقوق شمال وشرق سوريا. نطالب بمحاكمات دولية لجرائم أردوغان ومرتزقته في الشمال السوري، تكثيف حملات توعية وندوات حوارية وملتقيات لجنة تحقيق مطالبنا، الاستمرار بحملات الهاشتاج والتوقيع لحين حرية القائد عبد الله أوجلان. عاش القائد عبد الله أوجلان.